ورحمة الله وبركاته. امبارح يا جماعة باركنا للأهلي طبعا، وتقريبا بنبارك للأهلي كل يومين على بطولة. بس النهاردة عاوزين نشوف إيه أسباب تفوق الأهلي وإيه أسباب هزيمة الزمالك. طبعا بعيد عن الأسباب اللي ملهاش لازمة اللي بيقولها الإعلاميين طبعا على قناة الزمالك، اللي هو طبعا محمود الخطيب هو السبب، ممدوح عباس هو السبب، النحس هو السبب. سيبك من الكلام ده. إيه الأسباب بقى الفنية؟ أولا كولر احترم الزمالك وذاكر كويس جدا الزمالك، ودرس طريقة لعبه والكلام ده كله، ودرس طريقة لعبة الزمالك زي ما قلنا، وعارف كل نقط ضعفه ونقط قوته. نيجي بقى الأهلي نفسه، بيعمل بريس قوي جدا، بيضغط على اللعيب بيضغط على اللعيب اللي معاه الكورة بشكل قوي. فبيستخلص الكرة بسرعة، ودي من أهم الحاجات اللي بتميز الأهلي عن أي فرق في الدوري. دي حاجة. تعالى بقى للتفصيلة الصغيرة اللي هي ديانج. لو بصينا على ديانج، تحركات ديانج طول الماتش، هتلاقي ديانج ماسك فتوح، لازق لفتوح، يروح هنا يروح وراه، يروح هنا، لو راح البيت هيروح وراه. فبالتالي فصل، قطع عن الخط الامامي امدادات فتوح، لان فتوح هو اللي بيستلم الكوره، هو اللي بيوصل الكوره. فبالتالي سيف الجزيرة ما بيوصلوش اصلا اي حاجه، ولا كوره ولا حاجه، لان فتوح خلاص كده اتعزل اصلا. وعزلوا بقى الملعب نصين، عزلوا الجزء بتاع لعيبه الزمالك عن هنا، عن الجزء الامامي. فبالتالي ما بقاش في تهديف، ولا بقى في شكل للزمالك. يبقى كولر اصلا يعتبر هو السبب الاساسي في فوز الاهلي، الفوز الكبير ده على الزمالك، لان الراجل درس كويس، احترم الزمالك، مسك المفتاح بتاعهم اللي هو فتوح. فالراجل كده عمل اللي عليه. نيجي بقى للناحيه التانيه، نادي الزمالك. نادي الزمالك بقى ما اعرفش اوزيليو هل هو ذاكر او شاف فيديوهات للاهلي ولا عمل ايه بالظبط، مش معقوله هو نازل اصلا كانه ما شافش الاهلي قبل كده. ما يعرفش ان الاهلي اقوى فريق تقريبا في مصر وفي افريقيا، ما يعرفش ان الاهلي هو لسه واخد بطوله افريقيا، ما يعرفش ان الاهلي عنده سكواد كويس جدا. السكواد بتاع الاهلي تقريبا اقوى سكواد في افريقيا مش بس في مصر. فالراجل نزل بخطه غريبه بصراحه. فالخطه بتاعته تقريبا فضت نص الملعب تماما للاهلي، ما بقاش في نص ملعب اصلا عند الزمالك. الراجل سايب العمق ده كله فاضي تقريبا، وكولر لعب على الحته دي. كولر الثلاث اهداف بتوع الشوط الاول جايين من العمق. حسين الشحات الهدفين وعلي معلول الجون بتاعه كلهم جايين من العمق. ده غير طبعا سوء مستوى محمد صبحي. مش محمد صبحي بس اللي يتحمل الخساره دي، لا الدفاع كمان يتحمل مع محمد صبحي. عبد الغني اصلا مش موجود. في اللي هو سكر عندهم في الزمالك برضو ما كانش على المستوى. يمكن حسام عبد المجيد هو اللي كان بيلعب. المسلوسي عمل ماتش كويس، بس العيب الاساسي عند الزمالك او سبب هزيمه الزمالك اساسا مش اللعيبه بس، لا اللي يتحمله كله تقريبا المدرب مفضي عمق الملعب تماما، ومش عارف هو نازل عاوز يضغط على الاهلي او نازل تهاجم او تدافع. انا مش عارف الخطه كان شكلك ايه. الزمالك ما كانش تقريبا ليه شكل. مش عارفين مثلا زيزو بيلعب فين، شيكابالا بيلعب فين، فتوح بيلعب فين. دي حاجه. الارتداد عند الزمالك كان بطيء جدا، يعني الكوره لما بيروح بيها الزمالك وتتقطع، وطبعا هي كانت بتتقطع بسرعه، والاهلي بيعرف يقطع الكره بسرعه ويرجع بيها، كان ارتداد لعيبه الزمالك كان بطيء جدا. فلعيبه الاهلي تقريبا كان بيروحوا بستة على 4، 6 على 2، 6 وهكذا. عشان كده النتيجه كانت لازم تزيد عن كده. يمكن هنقول بسوء، يعني برغم سوء حاله الزمالك كل حاجه، لكن زيزو دايما هو اللي بيعمل اللي عليه. يعني زيزو دايما نقول هو اللي لعب تقريبا في نادي الزمالك، وحسام عبد المجيد بس خلاص الخطه اصلا الشوط الاول كان هو الراجل نازل مسلم لعيبته تسليم اهالي للاهلي، بيقول لهم اكسبوا. وعشان كده النتيجه كانت 3-0 في الشوط الاول. نيجي بقى للشوط الثاني. الشوط الثاني هو الراجل عدل خطته ورجع لخطته القديمه. بقى الزمالك ليه شكل كويس، بس خلاص بقى كان الماتش 3-0 هتعوض ايه؟ يعني 3-0 انت هتعوض ايه في الشوط الاول ولا هتعمل ايه؟ فخلاص عبال ما ظبط الدنيا، زيزو مكانه وده مكانه. ده غير حاجه تانية الراجل عملها برضو. انت بادئ بشيكابالا ليه؟ شيكابالا عارفين ان هو بيتعب شويه وهيتعب. شيكابالا المفروض تخليه للاخر، هينزل تكون اللعيبه بتاعه المنافس او بتاعه نادي الاهلي او اي منافس ليك تعبت مرهقه، فشيكابالا ممكن يقدر يعمل حاجه. اما انت غلطت طبعا، عملت ايه؟ فطبعا جم الماتش تقريبا كان انتهى، فالزمالك كان خلاص سلم، اللي هي النتيجه بقت كده 3-1. الاهلي طبعا احنا عارفينه ما بيقفش او ما تطمنش الاهلي غير لما يدخل اوضه اللبس. فبلس 90 زي ما عودنا، ديانج برضو الجون ده يتحسب لديانج اللي عمل فيه كل حاجه.
ولعبها لشريف، شريف حطها جون، وشريف تقريبا ما بيجيبش اهداف اليومين دول غير في الزمالك، بقاله فتره صايم عن التهديف، لكن لما لعب قدام الزمالك برضه جاب هدف. تقريبا هو بيشوف الزمالك بتتفتح نفسه ايه على التهديف. دي كلها من اسباب هزيمه الزمالك. فكولر ادى درس في التدريب لمدرب الزمالك، ومش بس مدرب الزمالك تقريبا، يعني لو مدربين بسط ممكن تتعلم برضه. فهو ادى درس لمدرب الزمالك. مدرب الزمالك نزل مش مذاكر الاهلي تقريبا، ما اتفرجش على فيديوهات الاهلي، ما عملش حساب الاهلي. هو اللي خسر الزمالك المباراه ديت. والاهلي طبعا زي ما احنا عارفين دوري بلا هزيمه، ومعنوياته كويسه جدا، ومعاه سكواد كويس جدا، فكده كده كان هيكسب. بس كل الحكايه ما كانتش النتيجه هتبقى بالشكل ده. 4-1 مع الاهلي ضيعه. طبعا كانت النتيجه هتبقى اكتر من كده، وده هيتحمله اكتر مدرب ايه الزمالك، مع ان احنا قلنا عليه قبل كده ان هو مدرب كويس، بس عاوز ايه لعيبه تانية. وبالمناسبه فعلا الزمالك عاوز لعيبه تانية. في كتير لعيبه في الزمالك ما تستحقش تلعب فعلا في الزمالك. الزمالك عاوز لعيبه على مستوى او على ليفل اعلى من كده شويه. ان الزمالك والاهلي ما ينفعش يجي لهم لعيبه نص او اقل او وسط، كل الكلام ده لا. هو عاوز لعيبه، لازم تبقى اللعيبه في الزمالك والاهلي سوبر، ده لو عاوز ينافس. لدرجه انا مش عارف الزمالك هيعمل ايه في البطوله العربيه لو المدرب ده كده بالشكل دوت، واللعيبه هي نفس اللعيبه. انا مش عارف هيعمل ايه في البطوله العربيه. البطوله العربيه في فرق قويه جدا، فرق السعوديه وفرق تونس والجزائر. البطوله العربيه قويه جدا، فمش عارف هيعمل ايه. لو لعب بنفس الطريقه هيحصل له نفس اللي حصل في ماتش الاهلي. وبنبارك طبعا للاهلي. تاني الاهلي يستحق الماتش. سيبك من اللي بيقول لك مش عارف التحكيم، طب ايه؟ مفيش حاجه، الحكم كان كويس جدا، البنا كان كويس جدا. والماتش الاهلي عمل كل حاجه في الماتش، كان بيستحوذ 65% مقابل 35، وكل لاعب فيه كان عارف بيعمل ايه بالظبط. حافظ كولر قايل له ايه، هتعمل كذا هتعمل كذا. واعتقد ان هو الثلاث جوال لما جم من العمق دي مش صدفه، اكيد كولر منبه على الموضوع دوت ومتدربين على الحكايه دي. فالف مبروك تاني للاهلي، هارد لك الزمالك، هارد لك صحابنا الزملكاويه. هو ده مستوى الزمالك حاليا، والاهلي فعلا يستحق المباراه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.